في امين شرطه يا جماعه قتل زوجته واولاده وحماه وحماته واخو مراته عشان كانوا قاعدين في قعده صلح عائلي كده، والزوجه رفضت انها ترجع لزوجها فقتلها عشان ما يبقاش مخلوع وما يبقاش شكله او برستيجه كامين شرطه انه مخلوع يعني. فعاوزه اعرف تعقيب حضرتك على الموضوع ده. شوفي سعادتك، طبعا احنا لازم ننقى عن الجهاز الشرطي في مصر من هذه الجريمه. يعني ما نقولش ان امين شرطه هو مواطن، طبعا مواطن مصري، ده رقم واحد. رقم اتنين، الواحد يحزن. يا سيدي واحده مش عايزاك وخلاص، هي تبغض الحياه معاك لاسباب انا ما اقدرش اقولها على الهوا، لان انا عارف موضوع القضيه دي، عشان دي قضيه لسه مفتوحه وما زالت طي التحقيقات، ما يستطيعش ليا او يسمح لي القانون ان انا اتكلم فيها. لو اتعرضت على حضرتك تقبلها؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ ارتكاب هذا الفعل المؤثم المفروض، بس انا مش عايز اقول برضه راي تاني امام التلفزيون عشان الناس او الهيئات القضائيه ما تقولش انت ابديت راي، ولكن هو راي شخصي. راي شخصي، هذا الرجل ارتكب جريمه مع سبق الاصرار والترصد، انه قام باستعمال سلاحه وقتل مين؟ مراته واولاده. في ايه يا استاذه؟ ده الاعدام ليه اقل شيء. طب بتفسر بان في محامين بيقبلوا النوع ده من القضايا؟ شغل. معلش مع احترامي ليك، هي قضيه فعلا مكتمله الاركان، ده طبعا حقيقي. طبعا، بس هو كل متهم يجب ان يكون له دفاع. تمام؟ الدفاع ليس له يعني ما تزعليش مني، ماليش دعوه بالموضوع. انا بشتغل القضيه كشغل، اخش واحاول اوجد لها ثغره، اقول رأفه، اقول، ولكن القضيه زي دي القاضي العادل اللي هيحكم فيها الله يكون في عونه. حقيقي حقيقي. لازم نكون واقعيين. حتى الدفاع اللي هيبقى عن هذا المتهم، تمام، الله يكون في عونه. تمام، لان زي ما انت ما قلت معاليه كده قضيه مكتمله الاركان. ده حقيقي. جالك قلب منين انك تموت مراتك واولادك وحماك ايه ده ايه ده؟ يعني هذه الجرائم جديده على مجتمعنا. وده الناس كلها تيجي تقول اصل قانون الاسره السبب. خالص، ده حقيقي. في ناس كتير بتتهم قانون الاحوال الشخصيه ومواد الخلع ان هي السبب في انتشار النوع ده من الجرائم. يا فندم اللي انت بتقوليه ده باطل. لا يا فندم، دي ثقافه للاسف.